بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنحكي لكم واحد القصة ديال واحد الشخص سميتو ابراهيم. دابا كبر وتيقولوا ليه دا ابراهيم. كيعاود القصة ديالو، وصراحة قصته عجباتني وبغيت نشاركها معكم ونتمنى تعجبكم. وما تنساوش الاخوان ديروا الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. اذا نبداو على بركة الله. هاد ابراهيم هذا ملي كان صغير كان في واحد الدوار عايش مع والديه. كان صغير وخدام في الغنم كيسرح وكيحرت، ومهم هداك الشيء اللي قسم الله كيديرو، وهما مساكن غير دراوش على قد الحال. وهذا ابراهيم هذا دا ابراهيم عنده خوتو كبر منه، وكون واحد عازل دارو وكون واحد مزوج، الا هو اللي باقي صغير عايش مع والديه خدام كما عادته. حتى دازت الايام وماتوا والديه وبقى بوحدو مسكين في هذيك الدار. خوتو كون واحد فين داها فراسو، وكون واحد ما يعني كون مقابل وليداتو، بقى هو بوحدو حيت هو صغير غادي وكيكبر مسكين. حتى كبر واحد شوية وما عجبوش المنظر في هذاك الدوار، ما بقاش عجبو الحال. لاحظ بان واحد عمو كاين تاجر في واحد المدينة، داه معاه لهذيك المدينة باش يخدم معاه، ومشى معاه تا ابراهيم بدون تردد. ملي مشى معاه خدام مع عمو مدة 5 سنين في التجارة. خدم معاه سيادنا تتعلم الحرفة، وعجبو الحال وعجبو البيع والشراء، والدري كان هذيك الساعة مطور تبارك الله. ولاحظ عمو بأن الولد دغيا شد الحرفة وكيعرف كيفاش يبيع ويشري، وعنده حلاوة اللسان ومقبول. عمو ناض قال لي ودي غادي نحسب ليك المحل، وغادي نبقى نتحاسب انا وياك من العام للعام، كون غير راجل ما يخصك حتى خير. اصلا عمو ما كانوش عنده الولاد، وهذاك الولد دا ابراهيم كيعتبرو بحال ولدو. بقى خدام معاه وكتهلا فيه، وحتى ابراهيم تا هو خدام مزيان ومعمر نية في البيع والشراء. دازت الايام حتى وصلت الوقيته عمو حتى هو بدا كيمرض وكيحس بالعيا، حيت كان راجل كبير. ناض دار واحد الوصاية وكتب لولد خوه داك الورث اللي عنده الدار والمحل. المهم جا الاجل فاش غادي يموت عمو، وغيبقى دا ابراهيم بوحدو. دا ابراهيم بقى كيخدم مع الناس، وهو اللي كاين في هذيك المدينة ومقبول. تا دار الفلوس وشرى محل اخر اللي كان المجاور للمحل ديالهم. من بعد قال كيفاش خصني نتزوج ونديها في راسي شوية، ومشى جاب بنت الناس من واحد الدوار باش يدير الوليدات. جاب معاه واحد البنت وتزوج بها على سنة الله ورسوله. المهم دار معاها الوليدات، ولد معاها الولد الاول والثاني، وبقى خدام على هذاك الحال كما العادة، خدمة الدار دار الخدمة حتى الاواخر ديال الولد الاخراني. غادي يولد واحد الولد اللي هو سميتو الحسن. هذاك الصغير هو اللي غادي يخرج ليه من الجنب، حيت كان ديما دا ابراهيم حاضي وليداتو الكبار اللي كانوا خدامين معاه في التجارة، حيت خرجهم من المدرسة خدامين معاه في التجارة. كان كيحضيهم بزاف باش ما يتبلاوش ليه باش ما يكميوش. وكانوا كان حاكمهم مزيان، حدهم الكونطوار الخدمة للدار دار الخدمة. هادشي اللي كيعرفو. هذاك الولد الصغير كيفاش غادي يتبلا وكيفاش غادي يخرج ليه من الجنب. المهم كان دا ابراهيم عنده واحد المحل اللي كان هذاك اللي خدا مؤخرا وشراه. فاش عمرو بالسلعة مشاو للبلاد دوزو واحد العطلة صيفية في البلاد، واحد السيمانة باش يرتاحوا. من بعد من جا دا ابراهيم المحل، لقى هذاك المحل اللي كان شرا مؤخرا تسرق ليه وما عجبوش المنظر وتخلع، وشاف هذاك المنظر وقال كيفاش مشى عند البوليس ديكلارا. من بعد منين ديكلارا عند البوليس، خرج ليه الكوميسير وكيهضر معاه وقال ليه اشنو وقع دا ابراهيم. قال ليه اودي راني تسرقت
وقال لي فاش شكيتي؟ قال لي غنكون شكيت غير 100% واحد العساس هو اللي كيكون بالليل تما، هو اللي كيعس في هذاك الحي. الكوميسير نطق وهضر مع البوليسي، قال لي سير جيب لي هذاك العساس. جابوه وحضروه، وبدا الكوميسير كيشوف فيه وفهم باللي هو اللي غادي يكون سارق لانه باين في عينيه. بدا كيشوف فيه، قال ليه هضر ونطق وقول هذاك الشيء اللي كاين، اشنو كيفاش تسرق المحل. بدا كيدخل ويخرج هذاك في الهضره. الكوميسير ضرب هذاك العساس بواحد الطرشه حتى ضروجو، وهو يتخلع هو ينطق، قال لي هي سيدي انا اللي سرقت وكانوا معايا واحد الجوج. المهم قدموهم للوكيل الملك وصيفطوهم، ما عطلوهمش، المهم صيفطوهم للحبس. الكوميسير خرج عند ابراهيم، بدا كيضحك معاه، قال لي تبارك الله عليك. قال لي باش عرفتي واش العساس هو اللي سرقك؟ قال لي حيت سيدي العساس مزوج بجوج عيالات، منين غيجيب هاد الصير وهاد الفلوس هذا منين مزوج؟ غير انا ومقهور اللي عندي الفلوس. بدا كيضحك الكوميسير وتعرف على دا ابراهيم. المهم هي هذيك، دا ابراهيم مشى لخدمتو وكما عادتو بدا خدام. مع الوقت هذاك الدري اللي هو الحسن اللي ولدو بدا غادي وكيكبر، وصل للمراهقة، وهو اللي شاد لاكيس، هو اللي خدام في لاكيس، هو اللي كيشد الصرف، هو اللي كيعطي الصرف. المهم دازت الايام، وواحد الولد، واحد البوغوس ساكن في هذاك الحي، كان مطور وذكي بزاف. كان كيشوف دا ابراهيم عنده الوليدات حدهم المحل وما كيخرجوا فين وما كيدرجوا، وعنده هذاك الولد الحسن في الطاقة ديالو. قال كيفاش خاصني ندوز لهاد ولد ابراهيم اللي هو الحسن باش نجرو لعندي ونبليه ونبقى يجيب لي الصرف، لانه هذاك الولد كان غير بوفري وما عنده شيء وما مسكين على قد الحال. المهم بقات القضية هكاك، بقى كيمشي عنده مرة كيدخل عنده المحل وكيمشي ماشي عادي ولا شي حاجة، كيلبس مزيان، كيلبس سراو تجي نقيين وتيشيرتات ورويحة وماشط شعرو مزيان. المهم الدري بوكس وكيلعب العشرة على هذاك الولد، ولد ابراهيم الحسن، كيلعب عليه العشرة غير بالفن. كون مرة واش كيقول لك ويبدا يضحك معاه، مرات تيقول ليه انت صاحبي ما عايش الحياة، حدك هاد الكونطوار، خرج شويه ضربك البرد وشوف الناس ويشوفوك الناس. وهذاك هذاك الحسن ولد ابراهيم كان كيبقى فيه الحال ما كيبينش، ولكن كيبقى فيه الحال. وكل مره كيلوح ليه هضره وكيغبر عليه يومين 3 ايام، تيبدا يجبد ليه مواضيع، تيقول ليه راه كنت هنا وكنت في البحر وكنت مع البنات ومع هذاك الحسن مع المراهقه، داكشي اللي بغا. ايوا صافي مني منك، من اليوم غدا اليوم غدا حتى لواحد النهار هو هذاك الحسن قال له ودي كيفاش بغيت نخرج معاكم شي مره. قال لي سهله، نهار الروبو ديالك نتلاقاو ونديك لواحد البلاصه تجلس معانا، راه كاينين البنات وكاين نشاط وهذا داكشي اللي بغا داك الحسن. قال لي صافي. قال لي نهار الحد، قال لي نهار الحد، قال لي وليني نشوف. قال لي هذاك الدري وني شوف، راه ما خصكش تجيب هاد اللباس تحشم بينا، خصك تضرب شي حطه مزيانه، شي لبسه مزيانه، وراك عارف كلشي الدراري لابسين مزيان، انت غادي تكون مفروش اصاحبي، خصك تلبس مزيان. وقال لي هذاك الحسن كيفاش غندير دابا، كيفاش انا ما نقدرش نلبس مزيان حيت با راه مانع علينا هذاك الشيء، ما كاين غير الخدمه الدار الخدمه. قال لي سهله، قال لي غتعطيني واحد 1000 درهم وغنجيب لك سبرديله وسروال جين وتيشيرت، هادي غير كبدايه جربوا. قال لي صافي. قال لي والحوايج؟ قال لي الحوايج غيبقاو عندي، ملي غادي تجي للمحل غادي تحيد حوايجك الجداد وغتلبس القدام عاوتاني ودير راسك بحال ما كاين والو وتدخل الخدمه. قال لي صافي لقيناها مزيانه. المهم هذاك الحسن ولد ابراهيم هز واحد 1000 درهم وعطاها ليه، مشى هذاك الولد كلا فيها النص وجاب ليه، جاب ليه داك الشيء اللي جاب ليه واحد السبرديله واحد سروال جين وتيشيرت ورويحه وعطاهم لي، قال لي هادو غتلبسهم، هادي هي الحطه باش غادي تخرج نهار الحد. دا 500 وخسر عليه 500 درهم، وبقى غادي هذاك الولد على هذاك الحال. فوق ما غادي يخرج هو تيقول له اودي ما خصكش تخرج هكا، خاصك تلبس مزيان، وها كيفاش دابا غنمشيو لواحد البلاصه كلاس. الدري غادي وكيتبلا معاه، زيد اليوم غدا اليوم غدا وكيديه غير البلايص الواعرين.
ع السناكات والريستوريات، والدري كيخسر عليه ولا مصاحب معاه مزيان. ايوا مع الايام دا ابراهيم هو ما دا ما جاب، كيحضي التعيا ما حضاش هداك البرهوش الصغيور، هداك خرج ليه من الجنب، داك الولد الصغير خرج ليه من الجنب، بقى حاضي هادوك الدراري الكبار، ولكن هداك الدري الصغير شوف منين جاتو الضربة صافي كون مرة شحال كيهز هداك الولد، مرة 2000 درهم، مرة 1500 درهم، مرة 2000 درهم، المهم غادي الدري وغادي وكيخسر وكيتبلا ولا كيسكر ولا كيكمي مزيان. المهم الدري مع البنات صافي وخسر. دا ابراهيم دا ما جاب، امتى عاقد دا ابراهيم باللي هداك الدري خرج الطريق، حتى مرض ليهم ولا كيدخل يخرج في الهضرة، ما بقاش نورمال، عطاوه شي جوان كماه والتفليبا، ما عرفتو واش داروا ليه السحور في هذاك الجوان ولا الضفر، المهم الدري التفليبا ما بقاش نورمال. دا ابراهيم ما عنده ما يدير، شد ولدو وداه الاطباء، قالوا له ودي راه الدري ماشي نورمال، خاصك ديه تشوف ليه شي حل. مشى جاب الفقيه كيقرا عليه كيدير ليه الرقية، والو الدري مسكين هاكاك بقى التفليبا، بقى هداك الدري مسكين شي عام هو مريض. دا ابراهيم تمحن، بقى كيطلع ويهبط على قبل هداك الدري، المهم مرة يسد مرة يحل، المهم دا ابراهيم تمحن. دازت الايام وهداك الولد بقى هاكاك على هداك الحال، غادي وبدا كيبرغي بشوية بشوية، مرة يرجع ليه عقلو، مرة المهم الدري ترفع. في نظركم غادي تقولوا لي شكون اللي دار هاد الفعلة؟ هداك الولد شكون هو؟ هداك الولد اسيادنا هو واحد من ولاد هداك العساس اللي كان صيفط للحبس، لانه الولد انتقم من دا ابراهيم، جاليه لولدو وكان ذكي هداك الدري. ايوا هادي هي القصة الخوت، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، والى اللقاء مرة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.